في رجوع بيكون أوجع من الغربة نفسها. الناس تفكرك راجع لبلدك، بس الحقيقة انت راجع لحاجة جواك كانت واقفة من زمان. الرواية دي اسمها رأيت رام الله للكاتب مريد البرغوثي. أنا مالك، والحكاية دي ليها طعم تاني زي كل مرة بنفتح فيها باب من أبواب الوجع والرجوع على طريقتنا في بوك بايتس بالعربي. مريد شاعر فلسطيني رجع فلسطين بعد 30 سنة غربة، 30 سنة منفى، 30 سنة وهو بيحلم بلحظة الرجوع. بس لما دخل المعبر ما كانش فاكر هو داخل على ايه، ولا رام الله كانت هي رام الله، ولا هو كان هو. المدينة اتغيرت، الأبواب اللي كان حافظها ماتت، الناس اللي بيحبهم اتفرقوا، كل حاجة كانت زي الحلم بس مش الحلم. قال في الرواية: لم أدخل رام الله، دخلتني. البيت لسه موجود بس ماما راحت، الطريق لسه هناك بس اللي كان بيجري فيه ما بقاش قادر. بيقول الغربة مش بس بعد عن المكان، الغربة لما تبقى ماشي في شارع بتحبه وتحس إنك ضيف. كان بيعدي على الأماكن اللي اتربى فيها ويحس إنه بيعدي على شريط مش على شارع. شاف أصحابه اللي كبروا واللي راحوا، شاف مراته رضوى عاشور بس بعينين جديدة، وشاف نفسه صغير ساكت وكان مستني يرجع علشان يتكلم، بس الكلام ما طلعش. كل اللي قدر يقوله شعر. الرواية دي مش بس عن بلد، دي عن حب مكان وحب ناس وحب نفسك وانت مش لاقيها، عن فكرة ان في حتة جواك بتقف وتستناك، عن لحظة توصل فيها لحاجة طول عمرك بتحلم بيها وتكتشف انك اتغيرت. رأيت رام الله مش رواية، دي ورقة مسافرة بالبريد مكتوبة بإيد خد كان بيحاول يفتكر نفسه. ولو انت كمان حاسس انك مش في مكانك او انك نفسك ترجع لحاجة مش عارف توصل لها، فانت مش لوحدك. احنا بنحكي علشان نفتكر، علشان نلاقي حتة مننا كانت تايهة. ودي كانت لحظة من النوع اللي بيعيش جواك واللي دايما بنقابلها هنا على طريقتنا في بوك بايتس بالعربي. سلام.